السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي عندها برينتر كيوسيرا 2140 30 أو 5030 أو أيا كان نوع البرينتر الكيوسيرا، بيظهر لك رسالة زي ديت أو ويست تونر بوكس أو ريبليس تونر أو جميع الرسائل ديت، وأنت عايز تحل المشكلة ديت. بيحصل لك حشر في البرينتر، عايز تغير اللغة، عايز تطلع ريبورت من البرينتر. عارفك كل الكلام ده في الفيديو، بس عايزك تتابع معايا الفيديو. لو عندك برينتر فالفيديو ده مهم جدا ليك وهتستفاد منه كتير. حاول انك ما تجريش الفيديو وتستمر معايا لحد اخر الفيديو عشان تستفاد بجد، وبعد ما هتخلص الفيديو ده يكون عرفت معلومات كتير جدا عن البرينتر وانك ازاي تتعامل معاه وكده. فقبل ما نبدا الفيديو عايزك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا. اولا دي رساله الويستونر، اللي هي يعني معنى كده اللي هي بتقول لك ان مفيش علبه حبر موجوده في البرينتر. طب هلا يا باشمهندس انا اقدر اشغل البرينتر دوت من غير علبه الحبر اللي هي العلبه هي معايا مثلا بتشبيتها بكل حاجه؟ هل اقدر اغير ان انا افتح الرساله دي؟ او طبعا انا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده. بتيجي على زرار الاوك والاحمر، بتدوس عليهم الاتنين لمده 5 ثواني، بتلاقي ايه البرينتر فتح معانا. تمام. هو ينفع يا باشمهندس يشتغل من غير علبه حبر؟ عادي. هو بيبقى فيه في تانك هنا، ادي المجموعه بتاعه البرينتر، بيبقى هنا في تانك. علبه الحبر اصلا بتنزل الحبر هنا في التانك ده. فهي لما بتنزل حبر في التانك بيفضل فيه حبر، حتى لو انت شلت العلبه فبيفضل فيه حبر. تمام. طيب اديني اهو هقفل تاني. حلو قوي. هو شغال معايا طبيعي جدا، واقدر ان انا اطلع منه تيست واعمل كده. طب ويست تونر بوكس يا باشمهندس عباره عن ايه؟ عباره ان انت لازم تطلع العلبه بتاعه العادم دي، بتطلع باللوك ده كده، بتدوس على اللوك ده بيطلع معاك بكل سهوله. تمام. وبتبدا ان انت تنضفه. طب يا باشمهندس انا بعد ما نضفت مثلا فضيت العلبه لسه ظاهر لي نفس الايرور. لازم طالما هتنضف العلبه يبقى تنضف البوز، لان بيبقى فيه ليزر بيعدي على البوز ده كده من فوق كده، بحيث اذا كان مثلا في حبر ولا لا. فممكن تكون علبه فاضيه بس انت هنا في حبر، فبتنضفه بمنديل وبترجع تركب العلبه بتاعتك تاني. تمام. ده كده بالنسبه للويست تونر بوكس. خلاص ركبت علبتي وكله تمام. بص الرساله برضك عشان تبقى عارف الرساله ايه اللي بتظهر. انا لو شلت علبه العادم بتاعتي كده بيظهر لي ان هوت الرساله اهي تشيك ويستونر بوكس، معناها ان علبه العادم. تمام. خليك فاكر بقى الرسائل دي كويس، وسجل الفيديو ده عندك عشان هتحتاجه بعد كده، وحاول انك تبعته لاصحابك يعني عشان يستفادوا هم كمان. طيب احنا كده حلينا مشكله علبه الحبر. تمام. طب انا يا باشمهندس ينفع اشغل علبه الحبر مثلا من غير تشبايه؟ هتعمل نفس الحركه ديت، بس طبعا يعني حاول كل مره ما تبقاش تتك جامد على الزرار عشان ما تبوظش الزرارين. يعني خليك حساس معاهم كده وان شاء الله تظبط معاك. طيب يا باشمهندس انا مليت علبه الحبر بتاعتي وظبطت الدنيا، ولما جيت ركبت علبه الحبر ادتني ريبليس تونر، مع ان هي قبل ما انت تحط الحبر كانت مداك ريبليس تونر. تمام. او بعد ما حطيت الحبر ادتك ريبليس تونر. فباشمهندس انا مليت الحبر ومليان بس بتديني ريبليس تونر، اعمل ايه؟ بص اولا الريبليس تونر بتيجي عن طريق مثلا حاجات معينه. اول حاجه ان علبه الحبر فضيت خالص وانت فضلت تشغلها مثلا لحد ما علبه الحبر جابت اخرها، فبتديك ريبليس تونر. طيب انا ركبت علبه الحبر يا باشمهندس ومليتها وكل حاجه، وبعدها فضلت مداني ريبليس تونر. انت تمام عملت كل دوت، بس نقصت حاجه واحده ما عملتهاش. بيبقى فيه هنا لوك اهو. اللوك ده بتاعي. تعالى كده نفتح نشوف اللوك ده بتاعي. انا عايزك بس انا بشرح لك كل حاجه ببساطه عشان تبقى فاهم ليه انا مثلا برفع دي. ده دلوقتي ترس ده اللي بيلف علبة الحبر. بص لو انا نزلت اللوك ده لتحت اللي بيحصل، الترس ده بيفضل جوه. طب الترس ده عشان يلف صح لازم يعشق في علبة الحبر اللي هي دي. شايف انت الترس ده لازم يعشق في ده. طيب بيعشق ازاي يا هندسه؟ بتركب علبة الحبر بتاعتك وبتقفل. انا كده ما خلصتش بقى، مش اللي هو انا كده خلاص واقفل وابدا اشتغل، لا 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 لا. بتيجي تخش على اللوك ده، بترفعه لفوق كده اهو. انا رفعته لفوق، انا اسف لو الاضاءه وحشه. بترفعه لفوق كده اهو، وبتبدأ تلف البقرة دي لقدام لحد ما تلاقي ايه، تلاقي بس هي كده عشقت. بص لو جيت الفها تاني مش هتلف معايا لقدام، معنى كده ان هي عشقت. فاعمل كده. المفروض كمان شويه لو هي مديها ريبليس تونر، اشغل مثلا المكنه البرينتر مره ومرتين هتظبط معايا. تمام. هي ظبطت معايا والحمد لله. ما ظبطتش معايا فبيبقى ان شاء الله اعمل لك فيديو تاني ان انت بقى بتبدا تعمل حاجه تانية خالص مختلفه عن موضوع ان انت
يعني تحط علبة الحبر بس، بيبقى في حاجة اسمها غزو التانك، بنغذي التانك عشان التانك يحس ان هو فيه حبر مطرح ما انت فضيته خالص خليته صحراء. ما علينا. تغيير اللغة في البرينتر يا باشمهندس، هتيجي اهوت على القائمة بتاعتنا، هتخش على المنيو وهتنزل على رقم 6. تمام. اول حاجة هي اللغة اهي، يقول لك بقى انجليزي فرنساوي، في عربي يا باشمهندس؟ لا مفيش عربي، انجليزي فرنساوي يوناني ايطالياني كل الكلام ده. طيب عايز اطلع ريبورت يا باشمهندس من البرينتر مثلا عشان اشوف مثلا عدد الورق بتاعي، التفاصيل، فبطلع ريبورت ازاي؟ هتخش على المنيو عادي. تمام. هتلاقي حاجه ان هو اسمها ريبورت برنت، هتخش عليها هتلاقي حاجه اسمها ستيج بيتش، هتخش عليها كده وتدوس يس. تمام. هي فيها ورقه اهو. تمام كده هتطلع لي تيست اللي انا ان شاء الله اعرف منه عدادي واعرف دنيتي. خش هنا تاني اهو، ريبورت برنت ستيج بيتش. تمام وادوس يس. انا اسف لو طولت عليكم في الفيديو، بس انا بشرح لك الحاجات بالتفاصيل. ينفع يا باشمهندس تشتغل من غير الشبايه؟ ينفع عن طريق الزرارين اللي انا قلت لك عليهم عادي جدا. بس بجد الفيديو ده مهم ليك. تمام. انا طلعت التيست بتاعي، ببدا اعرف العداد بتاعي من هنا بقى. هي البرينتر عامله معايا كام؟ 5000 يعني، مش يعتبر مش عامله اي حاجه. طب الاي بيهات يا باشمهندس عشان بدخل بوصل نتورك او يو اس بي، عندك هنا برضه اهو النتورك اليو اس بي والايباد بتبقى موجوده هنا اهي، اي بي ادرس وكل الحاجات دي بتعرفها من طريق الريبورت ده. يا رب ما كنتش طولت عليك في الفيديو وما نسيتش حاجه. ثانيا لو عايز تعمل بكر، تعمل صيانه للبكر السحب عشان بتحشر او كده، بتيجي عند البكر ده بتمسحه كده، بتمد ايدك هتلاقي بكرتين بتمسحهم مسحه بكهنه مبلوله كده، وتيجي عند البكره بتاعت الباي بوز برضو تعمل نفس الكلام تمسحها. وان شاء الله اعمل لك فيديوهات تانية واعرفك ايه الفرق ما بين البرينتر ال40 والبرينتر ال50، والمميزات والحاجات البرامج اللي انت ممكن تظبط بيها البرينتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.